ولهذا أحيانا بعض الناس قد يستكثر من العلوم والحفظ والمذاكرة، لكن تفقده خاصة في صلاة الفجر تفقده كثيرا. إذا كانت الفريضة العظيمة التي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وأول ما يسأل عنه يوم القيامة، أول ما يسأل عنه الصلاة، إذا كان مضيعا لها هذه الفريضة أين أثر العلم؟ يفتقد في صلاة الفجر. والصحابة رضي الله عنهم كما جاء عن ابن مسعود كانوا إذا افتقدوا الرجل في صلاة الفجر اتهموه بالنفاق. أثقل الصلوات على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء. وفي زماننا هذا زمن السهر بالليل كثيرا ما تضيع صلاة الفجر، وكثيرا ما يفرط فيها، وربما بعضهم يسهر الليل في مناقشات علمية في بعض المسائل أو في بعض الموضوعات ثم ينام عن صلاة الفجر. لو كان يسهر بالليل على القرآن حفظا له وقراءة له، إذا كان على حساب صلاة الفجر فإن سهره محرم ولا يحل له، ويأثم على ذلك السهر. وأكثر صلاة تضيع في هذا الزمان هي أفضل الصلوات على الإطلاق. تدرون ما هي؟ جاء في الحديث وقد حسنه الألباني رحمه الله في بعض كتبه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلوات صلاة الفجر يوم الجمعة في جماعة. صلاة الفجر يوم الجمعة في جماعة، حسنها الألباني بهذا اللفظ. وصلاة الجمعة في جماعة هي أكثر صلاة تضيع الآن، وليسأل عن هذا أئمة المساجد.